كل شيء موجود. اليوم بإذن الله غدا نقدم لكم الشباكية. بصراحة كل من جرب الشباكية وذاقها من عندي كيحماق عليها بزاف، وكتجي معلكة وشاربة العسل، هشيشة ورطبة وريحتها ما شاء الله. يعني صراحة اللي غيجربها غادي يولي يعتمدها على طول. دوزو دابا المكونات. عندنا كاس ديال الزبدة، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء زهر. الماء دافي ممكن نستعملوه ممكن لا. 2 كيسان ديال الزجاج مطحون، 2 معالق كبار ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، صفار بيضه، ملون غذائي، عندنا قرصه ديال المسكه حره، خماره الحلوى، نص كاس ديال الخل، وكاس ديال اللوز مطحون بقشوره، وكيلو ديال الطحين، وقبيصه ديال الملح. بالنسبه للمسكه حره انا استخدمت نص معلقه. اول حاجه نغربلو الطحين ونحط المكونات الجافه كلها مع بعض: اللوز، زنجلان، نافع، نزيدو القرفه، الملون الغذائي، مسكه حره، وخماره تاع الحلوى. بالنسبه للملون الغذائي اللي بغى يستغنى عليه ويدير زعفران شعره ممكن يذوبها في مزهر. انا زعفران شعره تقاد عندي، وقبيصه تاع الملحه، وغادا نخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها حتى تدخل في الطحين مزيان. من بعد غادا نضيف صفار بيضه، كاس ديال الزبده، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الخل، ونخلط هاد العناصر مزيان مزيان. وغادا نبدا نزيد ماء زهر، ماء زهر كاس ديال العنبه، هو كله العبار ديال العنبه. ونجمع المكونات كلها مع بعضياتها. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخيه بزاف، يعني بين وبين. يعني ملي نكون كنعجن عيني ميزاني، يعني نقدروا نحتاجوا الماء، نقدروا غير الماء ديال الزهر يكفينا في العجينه. وغادا نبقى نعجن هكا حتى تجمع لي العجينه بين ايديا، ونوريكم شكلها ان شاء الله. هنا انا جمعت العجينه، جمعت ليا. بالنسبه للماء انا ما استعملتش الماء نهائيا، كان يعني بالنسبه للكاس ديال المزهر كان كافي. صافي غادي ندلكها شويه مزيان، يعني ماشي دليك مزيان يعني تعذبوا معاها، لا غادي ندلكها على شق ديت وصافي. ونخليها نديرها نقسمها كويرات ونخليها ترتاح على ديت فيها. هو قد ما خليتوها ترتاح قد ما كيكون مزيان.
غادي نطلق هاد الكويرات بالمدلك، نطلقهم مزيان يعني نطلقهم، يعني نسرحهم مزيان بالمدلك ونبدا نطوي فيهم هكا. هذا هو الدليك ديالها، كتدلك بهذه الطريقه. ملي غنطويوها وحده على وحده بحال هكا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. نتمنى تكون الطريقه باينه، راه سهله ماشي صعيبه. كنطوي على بعضياتها بحال المسمنه، وكنعاود مره اخرى عاوتاني نطلقها ونعاود نطويها ونعاود نطلقها، يعني شي 2 مرات هكاك. ومن بعد كنحطها في بلاستيكه ضروري باش من العجينه ما تنشفش، ونخليها ترتاح عاوتاني، يعني تاخذ راحتها وصافي. نبدا نشكل فيها. نتمنى البنات تكون الطريقه واضحه، راه كلشي باين في الفيديو. يعني شفتوا كنعاود نطويها مره اخرى بعد ما كنسرحها. كيف قلت لكم هذه الطريقه كتساعد انها تجي زوينه ومثقبه من الوسط. ملي كنخليها ترتاح باش ما تضيعش لي العجينه، كنقسم كل مربع اللي عملته، هذاك المستطيل والمربع كنقسمه على 3 بحال هكا، وكنسرح كل وحده بوحدها. كل مستطيل كنخدمه بوحدو باش ما تضيعش لي العجينه بزاف، ما نطلقش هذيك المربع. كنقسمه على 3 بحال هكا، وكنسرح كل وحده بوحدها. كل مستطيل كنخدمه بوحدو باش ما تضيعش لي العجينه بزاف، ما نطلقش هذيك كلها كبيره بحال هكا غادي تسد عليا غير العجينه. ونستمر بهذه الطريقه حتى نطلقهم. ما نخليش نطلقش بزاف باش العجينه ما تنشفش ليا، يعني نطلق غير اللي غنخدم بهم. مثلا انا هنا كندير بثلاثه بثلاثه. صافي كندوزهم في الماكينه، هو على حساب كل وحده والماكينه ديالها طبعا. انا دوزتهم في المره الاخرى دوزتها في الرقم 5 على حساب كل ماكينه. المهم كتجي رقيقه وما كتجيش غليظه وما تجيش رقيقه بزاف بحال العجينه ديال الكعبه، ديال كعبه الغزال. لا، كعب الغزال نخليها شويه يعني بين وبين. وكيف كيف كنعرفوا كلنا نديروا المستطيلات كنقطعوهم بالجراره. كنحسب 1 2 3 4، الخامسه كنقطع 1 2 3 4، والخامسه كنقطع. بالنسبه للشباك هذه اسهل طريقه كتجيني، يعني كناخذ واحد نرفع واحد لتحت واحد، وفي الاخر اخر وحده شفتوا كنلصقها مع بعضياتها، وكنجيب هادوك اللي مرفوعين فوق منها بجوجهم. صافي كنحطها فوق الطابله وكنقادها من الجهه الاخرى، وهي كتولي عندنا ورده زوينه ومقاده. يعني ساهله الطريقه بزاف وعمليه، ما غاداش تعذبكم، يعني خاصها غير شويه تاع الممارسه. انا بالنسبه ليا من زمان وانا كنعتمدها، يعني مطلوقه عندي كتجيني ساهله. غادا نصايب واحده اخرى باش تشوفوها مزيان. كنهز الشريط وكننزل واحد، كنهز واحد وكننزل واحد، والاخير هذا كنلاصقو مع الاخر من ديك الجهه. صافي كنحطها هكا على بعضياتها من الفوق. الاشرطه اللي هزيت هما اللي كنحطهم على بعضياتهم وننزلها فوق الطابله، ونكمل الورده نقاده من الجهه الاخرى.
سهلة. نتمنى تكون الطريقة مفهومة ومبسطة. سهلة. نتمنى تكون الطريقة مفهومة ومبسطة ومفهومة يعني، وتكون سهلة بالنسبة لكم. واحدة اخرى عاوتاني، شفتوا يعني واحد لفوق واحد لتحت، واحد لفوق وواحد لتحت، والاخير كنلصقو مع الاخر من الجوانب بحال هكا. كنحط فوق منا الشريط على خوه، الاشرطه الفوقانيين على بعضياتهم صافي. كنقاده من الجهه الاخرى، وهكا كتكون عندنا شباكيه زوينه ومقاده وشكلها غزال. انا غادا نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي وندوزو للمرحله اللي بعدها. نتمنى تكون طريقه الشباك واضحه بالنسبه لكم، سهله بزاف، ويولي كلشي كيشبك في الدار، ما بقاش نحتاجو نشريو شباكيه من برا. انا كملت كل الكميه اللي عندي. ضروري تخلوها تنشف، يعني ما نقليوهاش ديك الساعه، خلوها شحال من ساعه. انا ما كنبيتهاش يعني، كنخليها غير شحال من ساعه حتى تنشف صافي. كنحط المقله تسخن، المهم يكون الزيت سخون العافيه تنقصوها باش ما تحرقش لينا بالزربه وما تطيبش من داخل، تكون العافيه يعني متوسطه. غادا نحط الحبات اللي عندي في المقله، ما نديرش كميه كبيره لانه هي كتنفخ، باش يكون اتساع البعضيات طيب على خاطره. واهم حاجه ما نحمروهاش بزاف، الا حمرناها مع العسل واهم حاجه ما نحمروهاش بزاف، الا حمرناها مع العسل عاوتاني كيزيد يحمرها، كيعطيها اللون، يعني غادا تجينا لونها غامق بزاف وما غاداش تعجبنا. العسل يكون بارد ما يكونش سخون، ونحطوها غير بشويه صافي. نخليها مزيان يعني، نحط فتره يعني وقت زوين في العسل باش تشرب العسل مزيان، ومن بعد نصفيها. العسل انا كنت سبق لي حضرته غير في الدار، راني حطيته في القناه. انت ننزلوها غير بشويه حتى هي كتكون ديجا رطبه باش ما تهرش لينا. صافي نكمل بهذه الطريقه بحال هكا حتى نسالي كل الكميه اللي عندي. صافي فاش كنطلعوه من العسل كنزينوها بشويه تاع الزنجلان، ونتمنى تجربوها. وكيف قلت لكم ما تحمروهاش بزاف باش ما تجيكمش لونها غامق وتكحال مع العسل. نتمنى تجربوها وتعجبكم. هي بصراحه كتجي غزاله بزاف في المذاق ديالها ومعلكه. وفي الاخير كنقول لكم رمضان كريم، ونتمنى تشتركوا في القناه وتدعموا، وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد.